بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتنا قناة يوميات مربي بجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد. أنا جاي أتكلم النهاردة على أهمية المتابعة وإزاي إن إحنا بنعمل عملية البدل لصغار الزغاليل وأهمية عملية البدل لصغار الزغاليل للحفاظ على مستوى الزغلول والحفاظ على الزغلول من الهلاك. انا كنت نزلت فيديوهات واتكلمت، يعني عايز اتكلم النهارده يعني ايه بدقه شويه ازاي عمليه البدل، وهوريها لكم عملي وهوريك ازاي امتى انا بعمل عمليه البدل وليه انا بعمل عمليه البدل وامتى بضطر اعمل عمليه البدل. كل الكلام ده ان شاء الله هنفرده مع بعض واحده واحده في الفيديو بتاعنا ده. بس طبعا بننوه ان للاول مره يشاهد قناتنا قناه يوميات مربي ينزل دلوقتي يشترك في القناه وكمان يفعل الجرس عشان يصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها. زي ما قلت لحضراتكم وبكرر تاني كلامي ان اللايكات بتاعت حضراتكم اولا بتسعدني، ثانيا بترفع من شأن الفيديو اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه، بترفع من شأن القناه اللي هي قناتكم قناه يوميات مربي. ان شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي نشوف صغار الزغاليل ونتكلم مع بعض امتى بنعمل عملية البدل وأهمية عملية البدل وأهمية المتابعة وأهمية تواجدك أو التواجد بتاعك بصفة شبه مستمرة مع الحمام بتاعك للحفاظ على الحمام والحفاظ على مستوى الزغاليل، إنه يطلع عندك زغلول مستواه كويس. اتفضلوا معايا. زي ما شايفين حضراتكم ورجعت تاني معاكم في الكادر ده، دول 3 زغاليل أنا عامل لهم عملية البدل. طبعا بسم الله ما شاء الله هنوري حضراتكم كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الزغلول؟ بسم الله الرحمن الرحيم قدام منكم اهو. انا حابب ان انا اعرض الزغلول قدام منكم. بسم الله ما شاء الله. طبعا بين الحويصلات بتاعته، التلبين بتاعه تمام كده. ادي حجم فرد اهو. هوريكم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بوريكم الاحجام، احنا ازاي بنخلي احجام الزغاليل مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شايفين الفرد الثاني. خلي بالك من خطورة الريش اللي بيجي على منقار فرد الحمام. طبعا بيقفل المنقار لما بينشف، وده بيعمل مشكلة طبعا كبيرة جدا للزغلول لما نيجي نأكله. تمام كده. شايفين حضراتكم الأحجام عاملة ازاي؟ طبعا دول أنا عامل لهم عملية البدل. هوريكم بقى يعني هو واحد من دول، طبعا واحد من دول رفيقه فين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهو. أنا عايزكم تشوفوا المنظر عامل ازاي. طبعا في فرق بين ده تمام وبين ده، واضح؟ نستبعد ده شويه كده. احنا عملنا عمليه البدل مع دول. طبعا دول طالعين مع بعض، بس زي ما قلت لحضراتكم عشان انا سهي عليا وان البيضه اللي باضت اول بيضه اللي النتايه وضعتها سبتها، طبعا حضنتها، فبعد يومين او 3 باضت البيضه اللي بعدها. طبعا فرق بين الزغلول الاولاني ده وبين الزغلول الثاني ده. ولكن انا كل اللي انا عملته زي ما قلت لحضرتك دورت على نفس السن اهو، جبته وحطيت دول مع بعض كده، وباخد دوت ابتدي اشوف نفس العمر بتاعه ونفس السن بتاعه ونفس الحجم بتاعه وابتدي احطه. بكده ان شاء الله بتوصل لمرحله جميله ان انت في النهايه بيبقى معاك جوز زغاليل حجم واحد وفي نفس الوقت متلبن للزغاليل كويس. بكده انت بتوصل لمرحله ان انت ما بتخسرش الزغلول. اما انا لو سبت الوضع على ما هو عليه، ان انا اسيب الزغلول الصغير ده مع الزغلول الكبير ده مع ده، طبعا بيحصل ان دوت بيفوز بياكل اكتر من ده، وده حالته بتتدهور وفي الاخر بفقده، وبكده انا خساره. يا رب اكون قدرت اشرح شرح كافي وافي على عمليه البدل واهميه المتابعه واهميه ان انت ايدك تبقى في الزغاليل بتاعتك عشان ما نخسرهمش. في نهايه الفيديو بتاعنا ما تنسوناش بالدعم للقناه، قناتكم قناه يوميات مربي، بتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها. ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعكم. اولا اللايك بتاعكم زي ما قلت لحضراتكم بيسعدني، ثانيا بيرفع من شأن الفيديو اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه، ثالثا بيرفع من شأن القناه اللي هي قناتكم قناه يوميات مربي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.